ورحمة الله وبركاته. هذه مقادير الجناش، جهزوها وتعالوا نشوف مع بعض الطريقة. هذه طبعا الوصفة جدا ممتازة لتغليف الكيك بعجينة السكر أو الخاص بعجينة السكر. عندي هنا بشرة الشوكولاتة، ممكن نستخدم الدارك وممكن نستخدم الدارك والبني وممكن البني لوحده. بعد كده أحط طبعا الشوكولاتة على حمام مائي تسيح، وأجهز هنا اللي هو الماء مع السكر. هنا بعد ما جهزت الشوكولاتة وسيحتها على حمام مائي أضيف لها اللي هي الزبدة. كمية الزبدة طبعا موضحة عندكم في بداية الفيديو. أخلطها مع بعض، ممكن إني أخلطها بالخلاط وممكن أخلطها بالإسباتولا، الاثنين عادي، بس الخلاط يكون أسرع. حتصير معانا هذه النتيجة اللي انتم شايفينها بعد ما يتخلط بشكل كامل. هنا أكون أنا مسخنة السكر مع الماء لحد الغليان وأضيفها على هذه المقادير. طبعا أتأكد أن السكر ذاب بشكل كامل وغليت المقادير مع بعض. أقلب هذه المقادير كاملة لحد ما أتأكد أن هي صارت كتلة واحدة وأصبح معايا جناش سائل. أتركها تبرد لحد ما تبرد تماما، حتكون معايا خليط جناش قابل للدهن وأقدر أستخدمه مباشرة على الكيك. ميزة هذا الجناش سهل الاستخدام جدا، بشكل جدا ممتاز. أقدر أغلف به الكيكات الخاصة بعجينة السكر وتجمد بشكل سريع، وشغلها جدا سريع في العمل. أتمنى أنكم تجربوه. طبعا أنا مجهزة الدرس حق الجناش في يوم آخر وطريقة التحضير الآن في يوم آخر. هذا طبعا الجناش بعد ما خليته لليوم الثاني، لأن الجو عندي بارد، فزي ما انتم شايفين أصبح معايا قاسي. وعشان أسهل العمل أنا لازم أعمل خطوة بسيطة. الخطوة البسيطة في عمل الجناش هذا، أخذ جزء كبير منه في صحن آخر وأسيحه. طبعا إذا عندكم حمام مائي ممكن نسيحه على حمام مائي، وإذا عندكم اللي هو ميكروويف، أنا طبعا حطيته في الميكروويف، أخذت جزء وحطيته في الميكروويف. وزي ما انتم شايفين الجناش الآن اللي هو السائح حطيته على الأول، وقلبت المقادير كلها مع بعض بس لأنه عشان أقدر أخلطه بالخلاط بشكل سهل وسريع. احنا بس ذوبنا جزء منه بس عشان يكون سهل بالخلط. احنا راح نخلطه ونخلي الجناش هذا يصبح جناش كريمي سهل في التوزيع على الكيكة، وحيكون معنا جدا سهل، كأنك بالضبط تستخدمي كريمة شانتيه بالضبط. الآن بعد ما قلبت المقادير مع بعض جبت الخلاط وفتحته على سرعة بسيطة في البداية بس عشان أقدر أحرك المكونات، لأنه شوية جامدة لأن الجو عندي بارد في هذا الوقت. أستمر بخلطها لحد ما تصير معايا كريمية بشكل كبير. طبعا هذه الخطوة ما راح أعملها إلا والكيكات جاهزة، ما راح أعملها من اليوم الأول. يعني أنا صلحت الجناش وقبل ما أغلف الكيكة بالجناش راح تكون الكيكة عندي جاهزة. راح أعمل هذه الخطوة وبعد كده أبدأ بتغليف الكيكة.